بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاد المصريين، معاكم باباكم سعد الزغلول. بسلم عليكم وبقول لكم وحشتوني بمناسبة إن النهاردة 31/3/1911. وطبعا زي ما انتم شايفين احنا قاعدين على الشمعة الجميلة دي، بس الشمعة دي مش زي اللي عندكم في سنة 2014. على فكرة دي تختلف، دي ممكن تقعد 10 سنين شغالة، عندكم هتقعد ساعة واحدة. مش عايز حد يضحك عشان ما ازعلش منكم. احنا قاعدين دلوقتي من سنة 1911 بنحضر لثورة 1919 اللي احنا بنعملها زي بتاعتكم بالظبط، زي اللي انتوا عملتوها في 2011. عارفينها ولا نسيتوها يا شعب مصر العظيم؟ وأحب أفكركم إن احنا كنا بنرتب الثورة بتاعتنا في البدروم زي ما احنا قاعدين بالظبط كده. يعني شايفين الجو الشاعري اللي احنا قاعدين ده؟ الجو ده خلانا نفكر ونعمل ثورة 19. أكيد كلكم خدتوها في التاريخ ولا مش فاكرينها؟ ما كانش عندنا نور ولا كهرباء ولا ميه ولا اي حاجه خالص، بس كنا رجاله وما همناش حد. بالظبط زي الشباب اللي عملوا الثوره بتاعت 25 يناير، اللي شالوا حبيب العدلي اللي كان ممشيكم على العجين ما تهزهوش زي ما بيقولوا. الا بالحق انتوا عملتوا ايه مع حبيب العدلي؟ عدمتوه ولا لسه يا شباب؟ ما علينا من حبيب العدلي. اخبار الكهرباء عندكم ايه؟ شغاله كويس؟ شغالة كويس أكيد، وبتذاكروا وعندكم فيسبوك وعندكم تويتر وعندكم يوتيوب وعندكم حاجات كتيرة وكده. بس دي بتشغلوها على إيه دلوقتي؟ أنا سامع إن الكهرباء عندكم قطع، الكلام ده مظبوط ولا إشاعة؟ لا إشاعة جدا. إشاعة؟ إشاعة جدا. ليه بس يا حبيبي كده بس إزاي؟ طب بتذاكروا إزاي طيب؟ إحنا؟ أنا سامع إن عندكم امتحانات اليومين دول يا رجالة. لا ما هيروح خلاص بقى جدا. هتلغوها صح؟ طب الطلبة اللي هتضيع السنة عليها ديت هتعملوا فيها إيه؟ لا هنرجعوهم بتركيا جدا. طب مش عيب تبقوا أحفاد سعد الزغلول وتلغوا سنة دراسية عشان ما عندكمش كهرباء؟ ما انت وقفت دلوقتي في المنشية ومدينا ظهرك يا جدو. ما انا بصراحة اتخنقت منكم يا ولاد يعني، فمش عايز ازعلكم، فبقول لكم مفيش فايدة. بس مفيش فايدة ده احنا كنا بنقولها سنة 19 عشان خاطر ما كانش عندنا كهرباء زيكم. احنا زهقنا من البلد، هنعمل ايه فيها؟ يا حول الله. طب والحل يا رجالة؟ انتوا كنتوا بتقولوا ان مرسي كان بياخد الكهرباء او السولر بتاع الكهرباء ويبيعها لغزة. انتوا عارفين ان غزة دي قد محافظة عندنا في اسكندرية او في القاهرة او في الصعيد او في طبعا الراجل حبستوه وما حلتوش مشكلة الكهرباء ولا لا حلتوها 9 شهور تقريبا يعني حطوا علينا. لا مش 9 شهور، 6 شهور. 6 شهور تقريبا. 6 شهور. معلش يا ابني اصل الحساب عندنا غير الحساب عندكم دلوقتي. احنا 1911 احنا تقدمنا. كل ده من تأثير الكهرباء. احنا لو عندنا كهرباء زي بتاعتكم ما كناش عملنا لا ثورة 19 وكنا رجعنا تاني ل 1811 برضه عملنا زيكم بالظبط. طب والحل دلوقتي هنعمله ايه؟ انتوا مش عندكم الحاج عدلي منصور تقريبا؟ بابا عدلي. الحاج عدلي منصور. بابا عدلي. الراجل ده كبير وعنده اولاد اكبر منك يعني انا بحب والله الراجل ده، بس مشكلته ان هو بيحب ينام كتير والجو الشاعري. يا عم تقريبا هم بيقطعوا له الكهرباء في البيت برضه زينا ولا؟ هتلاقي الكهرباء عنده في البيت وكان نزل يدور على شمع. بجد ولا لا شمع؟ لا الشمع بجنيه. طب ما يا حبيبي ما تخليك جدع كده وتبعت لعمك عدلي دستة شمع كده تنفعه في اليوم الاسود اللي جاي. احنا هنعمل ايه طيب؟ الشمع بجنيه هجيب له منين؟ هو احنا لابسين كام رئيس دلوقتي يا اولاد في مصر دلوقتي؟ عندنا كام رئيس محبوس وفي كام رئيس هيتحبس تاني؟ لا هي مصر حاليا حدث عليها نعمة الفراعنة، أي رئيس بيمسك بيتظبط. طيب ما احنا ممكن نعمل هي كده بالدور. بمناسبة الشمع يا حبيبي انت بتبعت الحاج عدلي منصور شمع منين بالظبط؟ احنا مش لاقيين شمع أصلا، ده الشمع بقت بجنيه. يا خبر أبيض معقولة؟ ده الشمع المصري بقت بجنيه، الصين ب 2 جنيه يا باشا. هي الصين بتجيب لكم شمع كمان؟ ده الصين مغلقة في بلد، كل حاجة في البلد. بجد والله بتجيبوا الشمع من الصين؟ ده هيصدروا نسوان صيني كمان. لا 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 يا ولاد انتوا مش مصريين ولا ده انت احفاد الفراعنة يا ولاد في ايه؟
الفراغ ايه؟ شمع الفيوم الصين. امال بتعملوا ايه؟ احنا قاعدين على الفيسبوك. قاعدين على الفيسبوك. بتعملوا على الفيسبوك؟ بنعملوا ثورات. بتعملوا ثورات على مين؟ على اي حد وكل حاجه. يا حول الله يا ربي. يعني انتوا كل حاجه وقاعدين على الفيسبوك، وحتى الشمع تشتروه من الصين. انت المشكله في حاجه يا جدو، انت مش واخد بالك. ان الشمعه بجنيه، انت في اليوم بتستهلك لك كام شمعه؟ كام يا ولاد؟ تستهلك لك 3-4 شمعات في اليوم، لان النور بيقطع عندنا يا جدو يعني 10 جنيه في اليوم. يعني ب 10 جنيه في شمعة في اليوم. مش مكسوفين من نفسكم وانتوا عندكم يعني اجدادكم بنوا الاهرامات وابو الهول وكانوا بيصدروا حضراتهم للعالم كله، وانتوا بتستوردوا الشمع. طب ليه بتستوردوا الشمع يا ولاد؟ ما عندكمش كهرباء؟ عندنا سد عالي يا جدو، انت نسيت ان احنا عندنا سد عالي. انتوا عملتوا سد عالي. بتعملوا ايه؟ بتعملوا فيه كهرباء وكده؟ بنودي لك كهرباء. عليكم، برافو عليكم، برافو عليكم. طب ايه السبب اللي بيتعب الكهرباء يا ولاد عندكم كتير كده؟ سبب بيتعب الكهرباء؟ تفتكروا؟ احنا بنسمع ناس بتقول لك ان مفيش مزيوت، وبنسمع ناس ثانيه بتقول لك ان احنا المحولات بتاعت الكهرباء تعبانه. طب ما انا عندي فكره يا ولاد، ما انتوا عندكم الحرامي مبارك اللي سرق البلد هو وعز والناس الحراميه الكبار دول، عندهم حوالي بتاع يعني على حساباتنا احنا كده، اللي انتوا عارفين الحساب بتاعنا كان زمان ما يتراوح بين 100 مليار جنيه مصري مقربينهم في دول اجنبيه. ما تقولوا للرئيس بتاعكم اللي هو، انتوا مش عندكم رئيس دلوقتي باين ولا ايه؟ تقريبا اللي هو في رئيس ايا كان مش مهم، طالما ان القانون معترف بيه كرئيس، ما يجيب الفلوس دي ويشتري لكم بيها مازوت، ولا هتجيب الفلوس دي وتجيبوا بقى شمع. ما هو هيجيبوا لنا شمع، ده هو سامعين ان هم هينزلوا لنا شمع على قطاع التموين دلوقتي يا جدو. هتوزعوا الشمع على قطاع التموين؟ هيدعموا لنا الشمع على قطاع التموين. برافو عليكم. عايزين يظبطوا يعملوا حاجه عشان كده يعني. والله يا ولاد، ده انا بحمد ربنا ان انا ما عشتش في العصر الجميل بتاعكم ده والله. لا احمد ربنا. يعني ده انا كنت بحسبكم بقول ان انتوا عايشين في رخاء وكده، طلعتوا عايشين في الضلمه. طب انا عايز اسال اي حد كده محترم من الشعب المصري الجميل كده، يعني معلش ما حدش يزعل مني كده، يعني انتوا مبسوطين بنفسكم يعني؟ يعني قريب من نفسنا جدا. يعني انتوا لو مبسوطين بنفسكم قولوا لي سبب الانبساط اللي انتوا فيه كده يعني. لا ده قريب من نفسنا. والكهرباء بتقطع في بيت الحاج عدلي منصور والحاج السيسي باين عندكم ولا مين؟ السيسي. مين السيسي ده؟ ده يقال انه رئيس الجمهوريه الجديد يعني. رئيس الجمهوريه اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. هيحل مشكله الكهرباء برضه؟ ما اعتقدش. ولا هتيجوا بعد 6 شهور وتقولوا برضه يسكت السيسي ويسكت عدلي منصور ويسكت مين اللي جاي بعديهم؟ والله لسه مش عارفين بقى. يعني انا عندي فكره بقى. طب ما انتوا يعني تشوفوا لكم حل في الكهرباء الاول وبعد كده تفكروا في انتخابات الرئاسه. انتخابات الرئاسه خلاص انا سمعت ان هي قربت عندكم خلاص كده. خلاص يعني. طب المشكله دلوقتي في انتخابات الرئاسه يا ولاد، هتعملوها في الشمع برضه كده؟ قدروا وانتوا قاعدين كده وبتعملوا فرز في الاصوات بتاعت الناس والكهرباء قطعت، هتعملوا ايه؟ لا دول يعملوا VIP. هو انتوا عندكم معلش حبيبي انا مش فاهم يعني ايه VIP. دول بيتعاملوا معامله خاصه. الناس دي حاجات انتوا عندكم مصطلحات مش كانتش موجوده عندنا زمان. الناس دي بتتعامل معاملات خاصه جدا. VIP الناس اللي بتركب عربيات طويله ديت وبدل حمراء ووراهم ناس طوال كده وبدل ايوه هم الناس دول جدا بياخدوا 60 مليون جنيه في الشهر. يا خبر ابيض. ما ده غلبان هيجيب لهم شمع اكيد الكهرباء. ما هو بيطلع منهم 20 مليون في الشهر ولا حاجه بقى. شوف بيطلع قد ايه شمع. لا بص يا اولاد بقى كده، احنا عشان ما اطولش عليكم كده وحاسس ان انا بقيت مش حلو كده وزعلان بجد، انا هكمل معاكم في الايام اللي جايه ان شاء الله، وهحل لكم مشكله الكهرباء دي على فكره. هيجيب لنا جنريتور يا جدو؟ هجيب لكم. لا يعني ايه ده حبيبي مش فاهم. لما قلنا الكهرباء بس هما بيدلعوه. يعني حاجه بتعمل كهرباء؟ طب انا عندي فكره حبيبي، ما تلغوا الكهرباء خالص. بس المشكله في حاجه يا جدو، ان احنا لما نجيب البتاع ده مش هنعرف نشغله. ليه بقى؟ ليه؟ لان ما عندناش بنزين وهو مش شغال بالبنزين. في ازمه في البنزين عندنا يا جدو. يعني انتوا ما عندكمش ازمه، انتوا ما عندكمش حاجه ما فيهاش ازمه حبيبي. مش عارف. انتوا كل حاجه فيها ازمه. انتوا عملتوا ثوره عشان ايه بالظبط؟ عشان نعمل ازمه كده. عشان ازمه. انتوا باين عليكم ما بقاش لكم لازمه. احنا اساسا خلاص بقينا دوله بدون دوله. يا حول الله. مفيش فايده. طب انا اديتكم ظهري وقلت لكم مفيش فايده، اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل ايه تاني يعني؟
نافستوني كده والشمعة هتخلص واحنا ما خلصناش يعني. ماشي ومعناش فلوس نجيب شمعة تاني يعني. خلاص كل 3 ساعات شمعة. يعني يعني الشمعة هتخلص. لا بس خلي بالك دي نضيفة جدا، دي هتقعد معاك شوية حلوين. اللي جايبينها من الصين برضه؟ جايبينها من الصين، مستوردينها من الصين. الحمد لله الحمد لله. طب والله يا ريت تبعتوا منها دستة للحاج عبد منصور ودستتين للحاج السيسي واسمه ايه اللي هو صباحي ده اللي هو صباح اللي بيطلع الصبح ده، هو بيطلع الصبح بس ولا بيطلع بالليل؟ بيته ده كومبارس. ده كومبارس بيمثل كويس ده؟ سمعنا ان هو بيقول لك بيمثل مش عارف عمل في البيت باين ولا ده هو قايم بدور الدوبلير بتاع الرئيس الجديد دلوقتي صح؟ ممكن. طب ايه اللي هيتضرب في النص؟ بس انا عايز اعرف منه هو جاب الفلوس دي منين؟ تقريبا الله اعلم كده يعني نزلت عليه من السماء. نزلت عليه من السماء تقريبا يعني. ما علينا يا عم، خليه صباحي مسائي ظهري عصري كلها ايام سوداء عليه وعلى الناس هو مش عارف والله حبيبي مش عارف كذا شغلانه يعني. هي في مصر تقريبا عندكم في الوقت ده مفيش وظيفه ثابته لاي حد يعني اي حد يشتغل اي حاجه؟ اي حد صايع يترشح لرئاسه الجمهوريه. طب احنا عايزين نبقى صايع عشان نشتغل كده. انت حمار؟ انت حمار؟ ابقى حمار هتشغلنا يعني ولا ايه؟ توكل على الله وترشح للرئاسه حبيبي يلا. اترشح للرئاسه؟ ترشح للرئاسه هتلاقي فلوس جايه لك من كذا حته وكذا جهه وهتبقى اشهر واحد في مصر. يعني قطر هتديني فلوس كده بقى؟ قطر واخت قطر وبنت عم قطر وخالة قطر، عيلة قطر كلها. عيلة قطر كلها؟ من اول الصاروخ اي حاجه بتقطع على طول هتلاقيها بتمول معاك على طول حضرتك. اي حاجه بتقطع هتديني على طول. على طول يعني ممكن يدوني في سناني بعد كده. هتاخد في كل حته ما تقلقش يعني. في الاخر هتاخد مقلب كبير جدا شبيه ببرج ايفل اللي في فرنسا وبرج القاهره اللي عندنا في القاهره. الحمد لله فكرت ان انت هتدوني مغرق يا جدع. لا مغرق مين يا حبيبي؟ هنجيب لكم غرق منين يا حبيبي؟ ده انتوا 90 مليون يعني ما عندناش يعني. ماشي يا جدع. ربنا يوفقك يا اولاد ان شاء الله يعني. يا ريت تبلغوا سلامي للحاج عبد منصور وما تنسوش الشمع وتحياتي للحاج السيسي وبرضه ما تنسوش الشمع. بلاش صباحي خساره فينا. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد. وانت طيب يا جدع. نشوفك في الحلقه الجايه يا جدع. ان شاء الله.